عليكم ورحمة الله وبركاته. والله العظيم ربنا جميل جدا. والله العظيم جرب كده، جرب دلوقتي تقول انا هسيب الذنب ده ويا رب ساعدني اللي انا هسيبه، وشوف تاني يوم ايه اللي هيحصل، بس من جواك ومن قلبك. والله العظيم لا هتحس بالتغيير، لا هتحس اللي فيه اللي ربنا واقف جنبك. واحد صديق ليا بعت لي على بسبب الفيديو بتاع امبارح، بعت لي بيقول لي لما سمعت الفيديو بتاعك صليت ودعيت ربنا، لان هو تقريبا بيتعامل مع زوجته معامله وحشه وبيتعصب عليها ودايما كده متضايق منها. فبقول صليت ودعيت ربنا يا رب عايز اتغير، عايز اعامل زوجتي كويس، مش عايز اتضايق منها، مش عايز احس ان انا عبء عليها، وتخرج من شعورها كتير من اللي هو بيعمله. بيقول لي تاني يوم الصبح حسيت بتغيير، صح الصبح مش قرفان ومش متضايق. صح الصبح لقيتني بقى صح الصبح بقول لها صباح الخير، ايه الحلاوه دي، ايه النور ده. هي ما كانتش مصدقه ولا انا اصلا كنت مصدق. حسيت فعلا ان ربنا بيقول لي عيش كويس. وبعت لي رساله تاني بالليل، وبعت لي رساله النهارده، قال لي انا مش مصدق الحل اللي انا فيها. والله العظيم كل ده عشان دعا ربنا وقال له انا عايز اعامل زوجتي كويس. سبحان الله، ممكن تكون زوجته نصحته كتير وكلمته كتير جدا، ولكن مفيش امل، مفيش نتيجه، والهدايه تيجي من لحظه واحده بس. فافتكرت على طول بقى اللي عايز يسيب ذنب او يسيب عاده سيئه او بيعمل حاجه حرام مثلا، ويصلي ويدعي ربنا انا عايز اسيب الحاجه دي من جواه فعلا، ويشوف هتلاقي ربنا بيعينه وبيزق على الخير، بيزق اللي هو يبعد عن الحاجه دي. واحد برضه بعت لي برضه قال لي انا بشرب سجاير بحشيش وحاجات من دي، ودعيت ربنا من جوايا يا رب انا عايز ابعد عن السجاير والحشيش ده. والله تاني يوم الصبح حسيت ان في حد بيزقني اللي انا ما اشربش السجاير دي، حسيت ان انا مش عايز اشربها، حسيت ان انا قرفان ومتضايق. عادي لو ما شربتهاش لقيت نفسي مش متضايق من حاجه خالص. كل يوم الصبح بقى اصحى اشرب سيجاره، الف سيجاره اشربها، لقيت نفسي مش عايز اشرب ومش متضايق ومش مخنوق ومش متنرفز. افتكرت ان انا دعيت ربنا قبلها ان ربنا يعيني ان انا اسيب الحاجه دي. فربنا يا جماعه جميل جدا جدا.